الله وبركاته. حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا، بقالي فتره طويله ما صورتش اي حاجه معاكم، فقلت النهارده اصور معاكم الباباز. بيبقى من الكيكات الجميله الظريفه اللي ممكن كمان تتحشي وتبقى طعمها حلو جدا. هنبدا مع بعض على طول، وانا شغاله كده هقول لكم المقادير. انا هنا حاطه كوبايه من السكر، وبعدين هحط معاهم بيضتين من بضايه، وهحط نص كوبايه من الزيت. دي كده في الاول هضربهم ضربه بسيطه، وبعدين طبعا طالما حطينا البيض على طول هنحط الفانيليا. نحط الفانيليا، وبعدين كيكه الباباز من الحاجات اللي لازم يتحط فيها ليمون علشان النكهه بتاعتها تظهر، فانا حاطه لها بشر من الليمون، وهنا رشه من الملح تديها نكهه حلوه جدا، وكمان لو في زنخه في البيض بتضيعها. هنضربها بقى مع بعض ضربه بسيطه جدا كده الاول قبل ما نحط بقيه المقادير. وهحط بقى كوبايه من الزبادي، الزبادي من الحاجات اللي هي بتبقى زي الخميره، بتدي طعم حلو جدا في الكيكات. تقريبا كل الكيكات اللي انا بعملها عملتها معاكم وكان فيها زبادي، فانا حطيت لها كوبايه حلوه كده من الزبادي. وهنا هنحط عصير 3 ليمونات، ممكن يعني المقدار بتاعهم يبقى ربع كوبايه من الليمون، بيدي برده بيفتح الكيك، وكمان بيديله طعم حلو جدا. مفيش بنحط خل. هنا لبن، نص كوبايه من اللبن، ولما نيجي نحط الدقيق لو احتاجنا هنحط شويه صغيرين. هنضرب بقى المقادير مع بعضها. خلصنا بقى كده، هنضرب بقى بالسباتشولا على طول. هنحط بقى مع المقدار ده كوبايتين ونص من الدقيق، وهنا كوبايه من جوز الهند. حطينا بقى جوز الهند، كوبايه من جوز الهند، ومعاهم كوبايتين ونص من الدقيق. هنحطهم بقى كده، ونحط الخليط برده يا ريت نحطه بالتدريج. انا حطيت شويه، وهقلب بقى بالسباتشولا على طول بالراحه كده، وبعدين على طول نروح مقلبين حلو. الباباز من الحاجات بصراحه اللي بتبقى عامله زي الكيكات بتاعتها زي الاسفنج بالظبط. اقلبها بقى كده تقليبه بسيطه، وبعدين على طول بناخد اتجاه واحد على طول في الكيك كله كده كده، وبعدين اتجاه واحد. انا بجيب بس من على الاطراف، وبعدين ابدا على طول الف فيه. احط بقى شويه كمان من الدقيق، واحط معاهم البيكنج باودر. ده كيس برده من البيكنج باودر. انتوا بقى لو حابين تحطوها في صينيه، انا النهارده هحطها في القوالب بتاعه الباباز، عشان لو حابين نحشيها بالكريمه بتدي شكل حلو جدا. ممكن بصينيه نبطنها برده كده بالدقيق، برده تبقى طالعه جميله جدا. عملتها معاك بصراحه مرتين 3، وفي نفس النتيجه بتطلع هايله جدا. بصوا هوريكم بقى الكيك حلو قد ايه. بصوا احنا لسه كمان ما ضربناهوش حلو، بس بوريكم ان هو نتيجته بصراحه بتبقى جميله جدا. بصوا بقى حلو جدا هايل بصراحه. نتيجه الكيك ده بصراحه بتطلع حلوه قوي. لو احنا حتى عايزين نعمله ككيكه عاديه ما نحطش فيه، ده بيتحشي طبعا كريمه وبيتحط له سيرب، بيطلع هايل بصراحه. هحط بقى، بصوا انا جايبه القوالب دي بتبقى ظريفه جدا لما بنحط فيها الباباز. ببطنها بدهنها بالسمنه او الزيت او قطعه من الزبده، وبعدين بنبطنها بالدقيق. وهنحط بقى فيها كده بسم الله كويس كده. المقدار ده بتهيألي حلو لان هي لسه هترتفع. انا محضره قالب كمان، طبعا احنا بنشغل الفرن من قبل ما نبدا نشتغل في الكيك. انا خلصت خلاص الخليط، بنعمله كده بس عشان لو في كده اي فقاعات فيه تروح. ويفضل نعمل ايه، هوريكم برضو. يفضل برضو عشان الفقاعات دي ما تبقاش متواجده، نعمل كده بالسكينه كده، نبص نلاقيها كلها اختفت اهي كده. بصوا لان الفقاعات دي بتبقى مش كويسه، بتطلع الهواء، وفي نفس الوقت بتدي شكل مش حلو بعد الكيك ما بيبقى بتاعنا ما يستوي اهي كده. بالراحه كده بالسكينه،
وبعدين الفرن بيبقى على 180 درجة، بنحطه وبعد كده ربع ساعة تلت ساعة بنبص على الكيك. بصوا بقى بعد ما خرجناها من الفرن حلوه جدا، وهوريكم قد ايه كمان هي هشه. بس لازم بنختبر الكيك الاول، ولازم دايما نختبر الكيك من النص. الاطراف بتستوي اسرع من النص، فبنعمل كده ونلاقيها استوت. احنا بقى عايزين نختبره اهو. بصوا هوريهولكوا كله، اي حاجه سنها رفيع. هبدا اعمل فيه ايه. المفروض انا القالب ده هقلبه وهحشي ونقسمه من النص. انا بدات فرغته بالسكينه بالشكل ده، فرغه يعني بعمل له كده حرف بسيط علشان اضمن ان هو ايه مش لازق في القالب. وبعدين بالراحه كده. لو انا هحشيه بقى المفروض اعمل ايه. لو انا حطيته في الطبق كده، زي ما انتم شايفين هيبقى مش ثابت. فالمفروض بناخد حته كده فيه بنكسرها، ناخد القاعده بتاعته او الطرف ده كده، وهبدا ايه هقطع الحته دي بس. متقلقوش، حتى لو اتفرولت معانا او اي حاجه دي مش هتبان. واحطها في القالب خلاص. اقدر بقى اشوفها كده اهي. عايزين تبقى كلها ثابته في الطبق اللي احنا هنقدم فيه، ممكن تشيلوا القاعده دي كلها. يعني بصوا هوريكم قد ايه هو بيبقى هش جدا. بصوا عامل ازاي، ده سخن لسه، بس انا عشان بصور معاكم مش هصبر وهبدا اقطع فيه. المفروض بنقطعه بسكينه مشرشره علشان تتقطع بسهوله. انا لو المفروض اصبر عليه علشان هو كل ما بيبرد بيدينا نتيجه افضل. هنسمي الله كده ونحاول بالراحه خالص. بصوا قلبه من جوه ابيض حلو جدا. هعمل فيه ايه بقى. هو المفروض بيتحشي سيرب في الاول. هحشيه سيرب، احط له كميه حلوه خالص من السيرب كده، وبيقعد يشرب. يعني بنقعد نحط فيه كده وبيشرب، ما تقلقوش، لان الباباز يعني بيعتمد على كميه السيرب المحطوطه فيه. طبعا كل واحد على حسب ما بيحب السيرب، كتير قليل، بس هو هيشربه. هو كمان سخن فهيشربه بسرعه. هنجيب الكريمه، كريم شانتيه بقى عادي، ونبدا بقى ايه كده. وبعدين بقى دايره كده بسيطه، لان دي مبتبقاش ايه باينه. وهحشيه بقى عادي. انا هحشيه بالمانجا، هنحشيه كده كله بالمانجا. لو انتوا يعني حابين تحطوا فراوله، مانجا، تجيبوا الكمبوت الجاهز هيبقى حلو. بس احنا بنتكلم انا اللي عندي النهارده حشيته بالمانجا. المانجا دي كمان عندي في الفريزر، بتفضل عندي طول السنه. لما بجيبها في الصيف بحوشها، بتبقى بحتفظ بيها في الفريزر، بتبقى حلوه جدا في الحشوات بتاعه الكيك والكنافه. هجيب بقى الجزء التاني اللي احنا قسمناه، وهنبدا بقى ايه نروح حاطينه. وممكن بسيط خالص، مسحه بسيطه خالص من السيرب، عشان انا حشيته حلو. وكمان بتديله لمعه، لما بنحطه بتديله لمعه حلوه اهي. بس كده. وهعمل لها برضو وحدات كده من الوردات كده. ممكن بقى لو احنا حابين نحط لها قطع من المانجا برضو، هتدي طعم حلو وهتدي شكل كمان افضل. قطع بسيطه من المانجا حواليها كده